وعلى رأي المثل المصري اللي بيقول لبس البوصة تبقى عروسة. دي البوصة ودي العروسة. يلا نكمل سلسلة حلي من تراثنا المصري ونتكلم عن البرقع والبيشة. زمان البرقع المصري ما كانش مجرد غطاء للوجه، كانت زينة الست المصرية وتراثها. في نص القرن العشرين كان البرقع ده منتشر قوي، والعروسة دي كان ليها قصص كتير قوي. البرقع المصري أو البيشة كان بيبقى فيه جزء معدني لازم يبقى موجود في مقدمة الوش، بيمسك من المناخير للجبهة، وده كانوا بيسموه عروسة البرقع. عروسة البرقع دي كانت بتيجي بأشكال مختلفة برضو على حسب طبقات الناس، من الفقير للمتوسط للغني، وكان بيبقى طولها حوالي 3 سنتي وأزيد حاجات بسيطة. والغني كان بيلبسها ذهب، المتوسط كان ممكن يلبسها فضة ويطليها بالذهب، والفقير كان ممكن يلبسها من النحاس، وساعات منهم كانوا بيطلوها بالذهب عشان يبقى لونها ذهبي. وعروسة البرقع دي كان ليها أشكال كتير قوي، ممكن تيجي على شكل قصبة طويلة محفورة في دايرتين، ممكن تيجي على شكل خرز كبير لونه أصفر. المهم إن هي تبقى بارزة وباينة علشان بتحدد الطبقة الاجتماعية زي ما قلت لكم. والبرقع المصري في الوقت ده أو البيشة كانوا منتشرين في مصر كلها، في الصعيد وفي سيناء وفي الدلتا وفي الريف. كان ده لبس الست المصرية في مصر كلها، وفي الريف وفي سينا وفي بعض مناطق الصعيد كان بيعتبر البرقع أو البيشة لبس الست المحتشمة، فالناس ربطته زي أي قطعة ملابس تقليدية من العادات بتاعتنا، إن هو بيعبر عن الحياء والوقار، ولكنه في الأساس كان جزء من الزي الشعبي المصري، يعني من تراثنا. وزي ما قلت لكم كانت أهم حاجة في البرقع أو البيشة العروسة بتاعتها، وعلشان كده المثل الشعبي لما قال لبس البوصة تبقى عروسة، معناه البوصة دي أو العروسة دي قطعة صغيرة جدا الست المصرية قدرت تخليها علامة من علامات الجمال والهوية المصرية. وده يخلينا نفهم إن التراث المصري مش بس في الحاجات الكبيرة، أوقات بتبقى حاجات صغيرة قوي وراها حكايات كبيرة. أنا سارة جولري ستايلست، لو عايزة تعرفي حكايات حلي من تراثنا المصري تابعيني وارجعي اتفرجي على كل الفيديوهات. أشوفكم في فيديو تاني.